استاذه ايمان، دلوقتي انت عارفه طبعا القيم والدين والمبادئ والطباع، واسره مختلفه، انت بتتكلمي في جواز، فدي اسره ودي اسره تانية، فدايما بيبقى فيه اختلاف في الحاجات دي. فانت ايه رايك يعني ايه راي حضرتك في الاختلافات اللي بتبقى في الطباع يعني نختار على اي اساس؟ الحاجات دي بيبقى فيها دايما مشاكل. بصي، خلينا متفقين مبدئيا ان الشخص اللي هيجي لي هو كده كده مختلف عني، لان باباه ومامته غير بابايا ومامتي. صح. المكان اللي هو ساكن فيه غير المكان اللي انا ساكنه فيه، في كده كده اوريدي في اختلافات، والاختلافات دي على فكره حاجه صحيه جدا، مش حاجه تعيب اي شخص يعني عن التاني. بنختار بناء على ايه بقى؟ على دين وعلى قيم وعلى كل الكلام ده، لان ده هيفرق معانا. فاذا انا مثلا قيمه العيله عندي مهمه، وهو قيمه صحابه مثلا مهمه، طب هنا هيبقى ازاي في تجانس ما بيننا؟ هيبقى ازاي في التزام، وهيبقى ازاي في مسؤوليه؟ انت بتتكلمي على المشاكل الزوجيه فعلا. ما هو ايوه، اصلي هو ممكن يكون حد مرتبط فعلا بعيلته والتاني مرتبط باصحابه بالظبط، ومش عارفه تجمعي. ما هو هي دي بقى الفكره اللي بتخلينا نقرب لبعض. كل ما احنا كان في ما بيننا وما بين بعض التقارب، كل ما احنا العلاقه بقت بينا اسهل، الثقه بقت بينا اكتر، الاهداف اللي احنا اصلا عايزين نوصل فيها للعلاقه سهل علينا ان احنا نمشيها بقى في بروسيس. فلو القيم بتاعتنا متشابهه مش هتواجهنا مشاكل كبيره قوي، لان لو انا الدين في حياتي مهم وهو الدين في حياته اصلا مش موجود، لا في مشكله. أكيد. لو انا عندي مبادئ في حاجات معينه ما اقدرش اتخلى عنها، وهو المبادئ دي مش موجوده عنده، لا مش هينفع. لكن كل ما كان التقارب وكل ما كان الوضوح في بدايه العلاقه، ودي اهم حاجه، الوضوح التام. كل حد بيفرش ورقه كده زي ما بنقول، وبيقول اللي عنده، عشان ما نرجعش نتفاجئ في الاخر، عشان ما الخلافات